السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم مع عزة فهمي واسرار المطبخ. هنبدأ بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ولا تقول لي بقى بلبن ولا حلب ولا اي حاجة، جبت لكم سر الصنعة. معلقة واحدة بس هي سر المطة بتاعت الايس كريم وسر جمال الايس كريم. فيلا بينا نشوف هنعمل ايه وهنحط ايه ومكونات على قد الايد. اول حاجة هنا انا معايا 3 معالق من السحلب. طبعا عشان انتوا عارفين السحلب بيبقى فيه سمسم. هعمله كده بمصفى ضيقه، انزل السحلب واخلي السمسم يبقى في قلب المصفى، لان انا مش محتاجه السمسم خالص. طبعا بقى قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا يا ريت تحط لي كومنت حلو ودعوه حلوه وتصلي على الرسول في الكومنتات، وتقولي انتوا بتتابعوني منين. ويا ريت بقى تعملوا متابعه صفحه الفيس واشتراك لليوتيوب وتعملي مشاركه للفيديو عشان كل حبايبك يستفادوا وانا كمان استفاد. خلاص. هنا بقى كده انا منخلت ال3 معالق سحلب. هجيب بقى كيلو من اللبن، هفضيه. اهم حاجه يكون ايه؟ اللبن اللي تستخدميه في الاول كده بارد. هنزل عليه بكوبايه من السكر. كل الكميه اللي انا هعملها وكل القطعه اللي انا هعملها دي بكوبايه سكر واحده. وهنزل عليهم ب3 معالق من السحلب، وهنقلبه كل ده كده على البارد. هقلبه كويس قوي. بعد كده هرفعه على النار اكنك بتعملي سحلب عادي جدا، بتعملي سحلب وتوصليه لقوام السحلب. تمام لحد بقى ما السحلب بقى يتعمل. انا بقى حطيت ميه متلجه في الفريزر وجبت فيها مكعبات من التلج، لان عايزه الميه متلجه. كل ده والسحلب جنبي على النار. هجيب بقى كوبايه من كريم شانتيه. برضو هستخدم في كل الكميه بتاعتي دي كوبايه واحده من الكريم شانتيه. هحطهم كده في بوله وهنزل عليهم بميه متلجه بالتلج. وهنبتدي بقى نضربها يا بالمضرب بتاعنا، يا اما تضربيهم بالخلاط عادي جدا. اعمليهم في الخلاط. اهم حاجه الكريم شانتيه دوت يعمل الفوم بتاعته يبقى ايه، كريم شانتيه زي اللي بتعمليه العادي. هنفضل نضرب فيه لحد ما ناخد القوام اللي احنا عايزينه. اهم حاجه الميه متلجه هتديكي نتيجه هايله. نرجع نبص على السحلب بتاعنا. لسه عايز ايه شويه، لسه ما جابش القوام اللي احنا عايزينه. لازم يكون قوامه تقيل شويه. هو تقيل شويه والكريم شانتيه يبقى تمام مظبوط. هيديكي قوام الايس كريم اللي هو ايه تمام. هسيبه، لازم تسيبيه يبرد خالص، ما تحطوش على الكريم شانتيه وهو سخن. انا سبته يبرد، تعملوا حمام ميه بارده، اي حاجه. انا سبته يبرد كويس جدا. بعد كده بقيت انزل على الكريم شانتيه بالسحلب بتاعنا واضربهم مع بعض. ده اساس الايس كريم يا جماعه. ده الاساس. هتقولي لي ما عنديش سحلب، هقول لك حطي معلقتين نشا. ولا هيبقى فيه طعم سحلب ولا هيبقى فيه طعم اي حاجه. خلاص بصوا. ادي الكريم شانتيه مع السحلب، بصوا القوام بتاعه. ولا هو تخين ولا هو خفيف، نص نص. هنبتدي بقى نعمل الاطعم بتاعتنا. طبعا الاول طعم دوت انا كنت جايبه شمامه وطلعت مسخه مش مسكره، فما رضيتش ارميها، رحت حطيتها في اكياس في الفريزر، قلت هيجي وقتها. وفعلا جه وقتها، طلعت كيس منها. هنعمل بيها ايس كريم شمام. هاخد بقى من اساس الايس كريم اللي احنا عاملينه اللي هو الكريم شانتيه والسحلب ده، واحط مغرفتين 3 على على الشمام. اهم حاجه الفاكهه اللي انت هتعمليها لازم تكون متلجه، ما ينفعش تكون سايبه. ولا احط الوان صناعيه ولا احط اي حاجه، هيبقى ايس كريم طبيعي. هنضربه في الخلاط ضربه كويسه جدا. وبعد كده هفضيه في العلبه. بس كده هو الشغل كله في الاول في السحلب وفي الكريم شانتيه. اي طعم بتعمليه بتضربي في الخلاط وبتعبي في العلبه بتاعتك، والطعم تحفه. طبعا انا كلفني ايه اللي انا جبت من بره الكيلو اللبن وجبت الكريم شانتيه. لكن بقى بقيت انت طبعا مفرزه فاكهه في الفريزر. عندي بقيه الحاجات موجوده في البيت، سكر اي حاجه موجوده في البيت. تاني طعم هنعمله الفراوله. طبعا الفراوله عشان بتبقى مززه شويه هزود لها يا جماعه حبه سكر. هحط عليها برضو مغرفتين 3 كده اهوت من
من اساس الايس كريم، واحط لها حبه سكر، وهبتدي برضو اضربها. لكن بقيه الاطعم السكر بتاعها كان مظبوط، هو بس الفراوله عشان هو بس بتبقى فيها سنه مزازه. هنضربها برضو كويس جدا، وهرجع افرغها في العلب بتاعه التلاجة. علب تلاجة بقى، علب الجبنه اللي احنا بنجيبها من السوبر ماركت، اي حاجه. هقفلها واحطها جنب اخواتها. هنيجي على الطعم التالت. هنا برضو عندي كيس من المانجا، هنزل عليه ب3 معالق برضو من اساس الايس كريم اللي احنا عملناه، وهنبتدي برضو نضربه في الخلاط. عايزه تعملي ايس كريم فانيليا، بتاخدي برضو من اساس الايس كريم ده تحطي عليه باكو فانيليا، تضربيه في الخلاط. عايزه تعملي ليمون، بتحطي عليه عصير ليمون برضو تضربيه في الخلاط. عايزه تعملي ايس كريم بالزبادي، نفس الحوار. اهم حاجه اللي انت عملتي الاساس. هنا بقى قطعه شوكولاته، هحطها في الفرن او الميكرويف لو عندك ميكرويف، تسيح لحد ما نخلص بقيه الاطعمه بتاعتنا. شايفين قوام الايس كريم؟ جامد يا جماعه وطعمه تحفه. برضو هفضيه وهحطه جنب اخواته. تمام. هنا بقى احنا سيحنا الشوكولاته، قطعه شوكولاته واحده، على بقى الحبه المتبقيين. طبعا انا بحب الشوكولاته اكتر حاجه، فالحبه المتبقيين كانوا اكتر. هحط عليهم قطعه الشوكولاته دي، ومعلقه واحده من الكاكاو الاسباني. طبعا الكاكاو الاسباني بتبقى تقيله وبتبقى خام وبتبقى نظيفه، هي اغلى من الكاكاو العاديه. طبعا عشان ده اخر حاجه قلت اضربه زي ما هو في البوله، ضربته بالمضرب. عايزه اقول لكم لونه كان غامق جدا وطعمه كان تحفه. بتاكلي ايس كريم بالشوكولاته الصافي، هي معلقه الكاكاو اللي احنا بس حطيناها. برضو هضربهم كويس بالمضرب بتاعي اما في الخلاط. تمام. بعد كده هو بقى برضو هبقى هفرغهم في العلب. ولازم الايس كريم يقعد في التلاجة على الاقل 6 7 ساعات. طبعا انا عملته ورحت النادي، فجيت متاخره ما قدرتش اطلعه بالليل، رحت طلعته تاني يوم الصبح. بصوا اهو، دي الكميه اللي اتعملت معايا. هحطه بقى ايه في التلاجة. بصوا بقى ده هنا تاني يوم الصبح، بصوا شايفين الكميه؟ هايله بصراحه، جامده جدا. يعني عمل معايا كميه كبيره. انت شوفي لما بتروحي تشتري من بره البوله الواحده اللي انت بتعمليها بالمعلقه ديت، معرفش يعني ب15 جنيه. انا بحط في البوله دلوقتي بتاع 4 بولات، يعني حوالي 40 جنيه. شوفي بقى انت عامله كميه قد ايه، يعني هناكل من الايس كريم ده كذا مره. طبعا حاطه جنبي بوله فيها ميه سخنه عشان خاطر معلقه الايس كريم ديت. طبعا هو متلج وساقع، مش عارفه اطلعه كويس. طبعا ولادي كانوا مستعجلين رايحين الدرس، فقلت بقى ايه، اديهم ياكلوه قبل ما ينزلوا. اهم حاجه ان انت بتاكلي ايس كريم صافي، فاكهه طبيعيه، نضيف جدا. بصوا شايفين شكله، شايفين شكل معلقه الايس كريم؟ بصوا الشوكولاته والفراوله والمانجا والشمام، واي طعم انت عايزه تعمليه ممكن تعمليه، بس عندك الاساس السحلب والكريم شانتيه. ما عندكيش سحلب، قلنا هنحط ايه، معلقتين نشا. شايفين؟ بجد شكله وطعمه تحفه. بصوا، والشوكولاته بصوا طعمها فظيع. ولا الفراوله ولا المانجا ولا الشمام، كلهم احلى من بعض. ولا اجدعها محل ايس كريم، ولا تقولي بقى بلبن ولا حليب حلب ولا اي حاجه. ما تنسوش بقى الكومنت الحلو والدعوه الحلوه، وتصلوا على الرسول وتعملوا متابعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.